تعالوا بقى نشوف المطبخ القمر الصغير الجميل ده. طبعا هو مش مطبخ أساسي، هو مطبخ ملحق للدور العلوي، بحيث إن هو يكون فيه الاحتياجات السريعة اللي تحتاجها الأسرة في الدور التاني أو في وقت الراحة. بدأنا هنا بجزء للميكروويف، وفوق طبعا عملنا خزين الصواني بالشكل ده، تقسيم عادي استريبات كده بالطول، ومجرد ان هي تنظم الجزئيه دي. وعندنا ثلاجه ميني بار هنا. طبعا انا لازم احافظ على الجزء، مساحه الحركه دي لازم تكون مساحه ستاندر اقدر اتحرك فيها باريحيه، وده ما كانش هيناسب بالعمق ال60، فخلينا العمق الخاص بالثلاجه بس هو ال60، بحيث ان هي تكون مرتاحه. وخدنا تجاليد حواليها بحيث ان احنا برضو ندمجها بالشكل بتاعنا، فطلعت بالمنظر ده. طبعا مع فراغات التهوية، هي برضو في الآخر تلاجة وليها التهوية الخاصة بيها. بعد كده خدنا وحدة أدراج في الأول، الجزئية دي جزء متقسم للمعالق وللشوك، وأدراج للرفايع عموما في الجزئية دي. بعد كده عندنا وحدتين خزين سفليين بالشكل ده. طبعا ليه لازم المساحة دي؟ عشان أقدر أوطي وأتعامل مع مساحة التخزين دي. لو قللت المساحة دي مش هعرف أوطي، مش هعرف أتعامل مع مساحة الخزين. بعد كده نفس الناحية نفس الوحدة دي بالظبط بنفس مقاساتها، بحيث ان انا برضو ما اديش مقاسات عشوائية، لازم يكون الموضوع منظم ومنسق. فخدنا هنا ضلفتين برضو، بس دول داخلين للكورنر الداخلي. طبعا هو مش مطبخ اساسي، فبالنسبة لي الكورنر مش عامل مهم جدا هنا. انا مش هحط حلل، مش هحط التفاصيل الضخمة دي. بعد كده عندنا الحوض، برضو علشان نراعي ان الحوض جاي جنب حيطة، خلينا برضو في مساحات حواليه، واخترنا ان يكون في حوض صغير يا دوبك يؤدي الغرض بتاعنا، وفي نفس الوقت مساحة الرخام حواليه كويسة. طبعا حطينا اكسسوار سلة مهملات، والباقي مساحة فاضية لخزين برضه. طبعا هو مطبخ سريع، فانا هحتاج مطبقية، بس مش محتاج مطبقية كبيرة قوي. عملنا مطبقية صغيرة 60 سنتي، بسيطة جدا. حتى برضو الاكسسوار هنا ما عملناش الاكسسوار البلوم، عملنا النظام العادي. بعد كده هنا عندنا سخان، وللأسف السخان الكهربائي بيبقى ضخم شوية، فالمنظر معانا بالشكل ده، هي بس مجرد مكان لتخزين السخان. وهنا عندنا اللي هو حامل الكاسات السفلي. انا قلت ده هيبقى انسب مكان ليه جنب الحوض، وفي نفس الوقت جنب بيئة الاستخدام. والطبيعي ان انا مش هقف اشتغل في الكورنر ده، او مساحة العمل بتاعتي دايما هتكون هنا، بجهز سندوتشات، بجهز عصير او حاجة، فدايما دي مساحة الشغل بتاعتي. طبعا هنا انا محتاج العنصر الجمالي اكتر، لان المطبخ صغير، مش مطبخ وظيفي قوي، هو مطبخ رفاهيات، بعمل حاجات بسيطة، فمحتاج منه الشكل الجمالي. بضلفتين ازاز بجزء كده مفتوح ديكوريشن في النص، ممكن احط فيه طقم شاي مثلا ظريف، وضلفة خزين برضو فوق. اضاءة البروفايل ليد اللي خدناها بالشكل ده ادت للمطبخ عنصر قوي شوية. استخدام الإضاءة في الديكور دايما بيخلي المطبخ روح تانية خالص. يعني أنا لو قفلت لكم النور كده، بس المطبخ تقليدي جدا، مفيش أي جديد فيه أو مفيش أي حاجة، لكن مجرد ما فتحنا النور بتاعه الموضوع تحول لشكل معاصر. طبعا عندنا بار هنا، فضفنا عليه برضو مستوى رخام، بحيث ان انا لو هسند عليه حاجه، برضو عنصر مهم في ان انا اهتم بالجزئيه دي. على قد ما قدرنا رفرفنا طبعا بره، ما حبيتش ان انا ارفرف قوي جوه برضو، عشان مساحه الحركه وعشان مساحه الرخام تظل واسعه ومريحه لاي حد واقف بيجهز اي حاجه هنا. بس ده كان المطبخ الصغير